مساء الخير، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير. اشتقت لكم هواية وصار لي هواية أصلا ما طالعة حاجية. اليوم خلصت تصوير من وقت وعندي كم شغلة جاي دا أكملها. كنت أقرأ كتاب، هسه أخذ لكم صورة أقول لكم شنو الكتاب كنت أقرأ. طبعا الكتاب كلش حلو، متعمق بعلم الطاقة وهاي الأمور، فراح تحبوه كبداية، يعني كشخص يريد يستوى يبدي يقرأ عن الطاقة. فبس أكمل هاي الستوريات راح أحط لكم صورة الكتاب حتى تشوفوه. البارحة أني نزلت صور، فكان أكو واحدة من الصور نزلتها بالفترة اللي كان وجهي متحسس بيها بالتصوير، وهي أصلا هاي الفترة تجي بين فترة وفترة، وجهي يتحسس من أكلة معينة، من الجو، من الحرارة، من ستريس. مثلا إذا كان عندي مشاهد ستريس يومية أكمل لكم. فمثلا هاي الأمور اللي ذكرتها قبل شوي على مود الحساسية اللي تطلع بالوجه. طبعا اللي يعرفني قبل إنه كان يعرف إنه أنا كنت أعاني من حب شباب. هو ما أقدر أقول حب شباب، وأنا أقدر أقول إنه حب طلع لي فترة هي أصلا ما لها علاقة فترة الشباب، يعني عمر 25، يعني هو كان هيك هنا بهاي المنطقة تحديدا، هرموني وبسبب ستريس وأشياء ثانية. يعني هذا الموضوع يطول الحديث به، فما أريد أتعمق به. بس رحت دكاترة وعالجته وركزت بأكلي وخففت ستريس وهواي أشياء حتى إنه قدرت أتخلص منه. الفكرة من الموضوع إنه اللي لفت نظري حتى أوصلكم إنه شنو الشيء اللي خلاني دا أحكي بهذا الستوري. فوحدة دازة رسالة وبنفس الوقت دازت لي صورة من بيج أو صفحة، ما أعرف، ما متأكدة شنو بالضبط، ما ركزت، بس أني ركزت برسالتها. إيش كانت كاتبة إنه إحنا البشرة البيضة أسوأ بشرة وما أعرف شنو من الحكي هاي. فرسالتها كلش لفتت نظري، فأني قلت أريد أجاوب هذا الشي بستوري. أنتوا لازم تعرفون إنه جسم الإنسان مثل الجو، أكو خريف، ربيع، صيف، شتاء. هذا الشيء أنتوا لازم تعرفوه. بالشهر الواحد إحنا تمر علينا تقلبات هرمونية، متعايشين ويا جو أو بيئة جلدنا أو جسمنا ما يتحملها، انخلقنا على الدنيا بجسد حساس، أكلنا مو صحي، يعني هواي أكو أسباب. هاي الأسباب تخلي الوجه يتحسس، يتأذى، تتخربط الهرمونات، يصير أكو. فاللي ردت أوصله، ما أريد أدوخكم، إنه لا لون البشرة إلى علاقة ولا أي شيء. إحنا بالنهاية لازم نحب نفسنا مثل ما إحنا. أني من نزلت الصور كانت فتظهر كل هاي الأمور على البشرة. هي طبعا البنية برسالة تحكي عن نفسها، يعني ما تتهم أحد ولا تحكي عن أحد، بس أني ردت أوصلها شغلة إنه ماكو أحد بيرفكت. إحنا دائما تمر علينا بشرتنا مو كل يوم زينة، مو كل يوم سليمة. يعني أنا أقولش عن نفسي، أنا أحكيش عن نفسي مثال، أنا مو دائما بشرتي تكون زينة. أنا مر علي مثلا أسبوعين بشرتي تخبل، ثالث أسبوع تكون كلش سيئة، خامس أسبوع مثلا، رابع أسبوع تطلع بيها حباية ممكن تبقى لها شهر. ماكو أحد ممكن إنه بشرته تكون بيرفكت سليمة تماما. إحنا ليش نروح دكاترة؟ ليش نسوي أوبر نظارة؟ ليش نسوي تنظيف؟ حتى نحافظ عليها قدر الإمكان. ومن نرجع للبيت نشيل الميك اب، نسوي ماسك، نسوي بالغسول وأشياء وكريمات وهاي الأمور كلها حتى نحافظ عليها قدر الإمكان. بس هذا الشيء قطع الستوري. فبالنهاية أردت أقول لكم إياه، إنه مو مثلا أنا يطلع لي حباية بوجهي، مثلا أني أبقى أفكر طول اليوم شلون أني راح أخفي هاي الحباية أو هاي الفلان شغلة أو ما أعرف شنو. بالعكس، أنتوا لازم من داخلكم تتصالحون وتحبون نفسكم وتكونون مرتاحين. وفكرة أو كلمة مرتاحين يعني مو مثلا تطلعون بالشارع أي واحد يباوع عليكم، ها شاف الحباية، ها مدري شنو بشكلي، ها ما أعرف. لا، بالعكس أنتوا لازم تكونون دائما مرتاحين حتى تكملون هاي الحياة هيك وتكونوا واثقين من نفسكم. والحمد لله دائما وأبدا، هاي الكلمة أنا كش أحبها.
أحبكم هواية وأدري دوختكم، بس هي هذا الشيء اللي ردت أوصلكم إياه. إن شاء الله أكون أنا عرفت أعبر وأوصل، بس كنت أفكر وقلت خليني هذا التفكير أسجله فيديو حتى تسمعوني.